السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديده. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم عاوتاني بوصفه واعره زوينه بزاف، صالحه كاقتراح للغداء ولا العشاء. ما يمكنش ما غاديش تاخذوا الدعوات عليها نهائيا وانتم غتاكلوا شي حاجه زوينه. عرفتوا دوك الماكله اللي الدماغ ديالك كيتحل، والله العظيم بنينه بزاف بزاف. جربوها على ضمانتي، ومستحيل تاكلوها في شي بلاصه بهذا المذاق نهائيا. غادي يكون غادي نعطيكم دائما البدائل. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. اول حاجه خديت هنايا 4 البطاطات، الحجم راه موضح عندكم في الفيديو، وغادي نقطعهم مربعات ماشي صغيورين ولكن متوسطي الحجم. من بعد هنايا اللي بغى يقليهم، اللي بغى يسلقهم وعاد يقليهم، يسلقهم وعاد يقليهم. انايا غادي اللي بغى يدخلهم الفران بنفس الطريقه يدخلوا الفران. انا غادي ندير لهم زيت زيتون والمليحه، وغادي ندخلوا لهاد الفخيتوز اللي كطيب بلا زيت، كتطلعوا غزاله محمره، وغادي نشوفوا معايا النتيجه. ونيت باش نعطيكم فكره عليها، وراه ديجا دايره فيديو عليها. صراحه ما ندمتش عليها، الله يعمر ليها الدار. وغادي نشوفوا البطاطا كيفاش غادي يطلع فيها. المهم الفكره هي بطاطا مقطعه مربعات صغيرين فيها مليحه، يا اما مقليه في الزيت، يا اما كيف ما قلت لكم تدخلوها الفران. واللي عنده هاد الاير فراير يديرها في الاير فراير، وشوفوا كيفاش كتجي محمره نهائيا، ما ناشفاش من الداخل تماما بحال مقليه. يعني هذا انفستيسمون زوين، ما وما غالياش بزاف الصراحه. هنايا غادي نحطو البطاطا على جنب، وفي مقله غادي ندير بصيله صغيره اللي قطعتها مربعات صغارين ولا شلطتها، وغادي ندير شويه زيت زيتون اولا الزيت العاديه. وغادي ولكن حنا دايرينها زعما شويه صحيه، غادي ندير زيت زيتون، ونخلي هذيك البصله حتى كتدبال عندي مزيان في هذيك الزويته. ما تحرقش، غير تدبال وتبدا كتعسل. دائما كنخلي دوك المعلقات ديال العود محطوطين تما، وهنايا فين كنحرقهم. مهم دائما عندي جناب ديالهم محروقين. بعد ما غادي نحس بهذيك البصله بدات كتعسل، هنا غادي نديرها ميكس بالدجاج وشويه د الكفته. بما ان الدجاج عندي قليل، خديت الدجاج وقطعته طريفات صغيورين، وزدت عليهم 2 ضريسات ديال الثومه اللي خديتهم وحكيتهم. يعني البصله والدجاج والثومه. يمكن لكم من الاول ديروا الكفته، ما كاين حتى مشكل. انا عندي الدجاج قليل داكشي، واصلا ميكس كتجي واعره. درت الدجاج، وغادي نزيد عليه الملح، بزار، حكه ديال الزعتر، وغادي نخلي هذاك الدجاج كيطيب مع ديك البصيله والريحه. ما نقولش لكم كيفاش دايرين الروائح. من بعد غادي نجمع الدجاج في نفس المقله، ما غاديش نكثروا الماعن. نجمع الدجاج في واحد القنت، وعندي هنا واحد الكميه قليله ديال الكفته كيف ما الشوح فينا، عاد من غيحيد منها الدهون ديالها، يعني غادي تبقى غير شويه. وغادي نجيبها في الجهه الاخرى حتى هي، ونبدا نفرتت فيها بحال هكاك باش ملي طيب تكون تجي مفرته، ما تجيش كرات. غادي نخلي الدجاج على جنب كيتحمر، والكفته حتى هي كطيب، وعاد مازال تبعهم شويه الطياب. يعني منين نوكحوا ما نوكحوش حتى يوقف داكشي تماما، ولكن في نفس الوقت ما يبقاش داكشي مية، يعني تبقى شويه ديال الزويته ويبقى داكشي شاد في السوائل ديالو. الكفته ها هي وجدات، والدجاج ها هو حتى هو وجد. في المرحله الاخيره عاد باش غادي نزيد القزبر ومعدنوس، صافي حتى طفيت البوطه. غادي نخليه يطيب فاش غادي يدخل معها الفران باش يبقى المذاق. يا سلام، كيبقى المذاق ديالو زوين ومميز، وما تخيلوش شحال هذه كتجي واعره بزاف بزاف بزاف. غادي نخليهم عندي على جنب. من الاحسن يكونوا باردين، من الاحسن بالاخص الا قليتوا البطاطا وكانت الحشوه سخونه، غادي تعرقها لكم.
فباش تبقى كل حاجه شاده في لا تكستور ديالها. اذا هنايا بعد ما خليت عندي هذاك الشيء على جنب، في نفس المقله عندي هنايا شاركوتري اي نوع. انا كيعجبني هذاك ديال البزار بزاف، وكان عندي واحد الحبه ديال الهوت دوغ خديتها وقطعتها شرائح رقاقين. هادشي اللي كاين. يعني اي حاجه عندكم ديال شاركوتري كاشير ملي كان غادي تاخذوا وتقطعوا من الاحسن بهذا الشكل طويل. انا تعمدت نقطع بطاطا مربعات صغارين باش ندير شاركوتري طويله، ويكونوا عندنا بزاف ديال لي تيكستور. ما كتعجبنيش لي فريت طويله، ما عرفتش تجيني بحال في الماكله فاش كتهزو هذيك لي فريت كبيره شويه كتجي ما زويناش، ما عرفتش. المهم هنايا واخا درت البساله ماشي مشكل. في مقله غادي ندير زيت زيتون. مقله اخرى غادي ندير تقريبا 2 معالق كبار اولا 3 المعالق كبارين عامرين ديال زيت زيتون. وكتجيب زيت زيتون احسن من الزبده، اللي بغى يدير الزبده يدير الزبده. اذا 3 المعالق ديال زيت زيتون و2 معالق كبارين ديال دقيق الفرز. غادي نديو نجيبو هذاك الدقيق في الزيت. هذه اللي غادي نوجدو بيشاميل، ولكن كتجي واعره بواحد المذاق زوين مختلفه. غادي نشوفوا طريقتي فيها من بعد. غادي نتحصلوا على هذا القوام تقريبا 1 2 دقائق، وغادي نبداو نحلو بشويه بشويه بنص لتر ديال الحليب، حليب بارد. وحنا كنديروه حنا كنحلو باش ما يتكورش عندنا، وحتى الا تكورات عليه عندكم طحنوها في التالي حتى الاخر وطحنوها. بعد ما نكمل الكميه كامله ديال الحليب اللي كيف ما قلت لكم نص لتر، غادي نزيد الملح بحساب هاد لاصوص. ما نكتروش الملح، كل حاجه غادي نعطيوها شويه ديال الملحه باش تجينا مزيانه. وعندي هنايا تقريبا نص معلقه ديال بودره ديال الثومه، بودره الثوم. اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش ما يديرهاش. يدير شويه البزار وحكه صغيره ديال الفرomاج، اي نوع من الجبن عندكم. بالنسبه للموتزاريلا فهي كتعطينا هذيك التجبيده، ولا كانت موتزاريلا مزيانه. اما الفرomاج الحمر هو كيعطينا البنه. انا درت شويه ديال الفرomاج حمر صافي. وهذيك لاصوص ما غاديش نعقدوها بزاف بزاف، تبقى على هذاك الشكل. وغادي ندوزو المونتاج. وكنظن غير من هادشي اللي شفتو راه غيبان لكم المذاق كيفاش داير، ولكن تيقوني رائعه. غادي نجيب البطاطا نستفها هي الاولى كطبقه اولى. شو ما كتلصق ما حتى حاجه. الدجاج مع الكفته، يعني غنديروا الطبقه الثانيه غتكون عباره على اللحوم. اي نوع من اللحوم خدمتو به هو اللي غادي نديروه في الطبقه الثانيه. كنديرها بالصدر الدجاج بوحدو ولا بالكفته بوحدها كتجي زوينه. هي الصراحه بالكفته احسن حيت داك اليدام ديال الكفته كيجي زوين مع. من بعد ما غادي نستفو هكا اللحم، غادي نديرو الطبقه ديال الشاركوتري اللي حمرناهم. ما عرفتش واش قلت لكم قبيله، بقيت واقيلا هي كنهضر فاش درتهم في مقيله راني ديتهم وجبتهم حتى تلقوا ديك الزويته ديالهم باش يجي المذاق ديالهم باين ومميز. وفي الطبقه الاخرى غادي نديرو لاصوص اللي وجدنا اولا البشاميل. هنايا زدت عليها غير شويه، بقى عندي مقطع ديال القزبر ومعدنوس، داكشي علاش كيبان لكم ديك الخضوريه بحال هكا. وغادي نحاولوا نجيبوا طبقه مزيانه من الفوق بحيث نغطيو كل شيء. جزيره الكنز ما تبقى تبان حتى حاجه من التحت. الصلصه طفيت عليها وهي مازال جاريه، ولكن ها هي بدات كتعقد، فهي دغيا كتعقد. خليوها حتى المرحله الاخرى عاده باش وجدوها، اولا رخفوها بالحليب اولا رخفوها حتى بشويه الماء، ما كاين حتى مشكل. بالنسبه لهاد الكميه كامله عطاتني هاد الجوج راه تبارك الله، راه الخير والبركه، راه تاكلوا فيهم وما غاديش يشات حيت بنينه. والله ما غاديش يشات انا متاكده. وحتى في لي كالوري بالنسبه كون قلينا ودرنا الزبده وزدنا حويجات اخرين كانت غتكون طالعه بزاف. هكا راه شويه راه حنا تكيسنا شويه.
صافي في الطبقه الاخرى اولا من الفوق اللي بغى يزيد الجبن يزيدو. اللي ما بغاش بطبيعه الحال هي غادي تجي زوينه بالفرماج من الفوق وغادي يعطيها تحميره والمذاق، وكيدار فيها الفرماج من الفوق. ولكن ملي الحاجه ملي ما كتكونش ما كيمنعش اننا ما نجربوش الوصفه، كله كيمشي على قد جهدو. انا شاركتها معكم كيف ما كتعجبني، ولكن مرارا كنديرها بداكشي اللي عندي. غادي ندير كميه ديال الفرماج. الفران ما شعلتش عليه نهائيا من التحت، لا خطا لا كان الفران ديالكم بارد يعني غادي يتعطل باش تحمر من الفوق، عاد شعلوا لتحت ونقصوا عليه. المهم عندنا هو الطبقه الفوقانيه هي اللي خاصها تحمر، وكتاخد شويه د الوقت، يعني ماشي تدخلوها 4 ولا 5 دقائق، لا راه غادي تاخد لكم تقريبا واحد 15 دقيقه على حساب الجهد ديال الفران ديالكم. غير يتبان لينا تحمرات شويه من الفوق، ما نحرقوش الفرماج، وديك الساعه نخرجوها ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. من تجربوها بالصحة وألف راحة. كثرت عليكم الهضرة عارفة لأنني أنا لكحت، ولكن كنبغي نوصل الوصفة كيف ما هي ونجمعوا في هاد العشرة دقائق. نتمنى يا ربي تجربوها بالصحة وألف راحة. تشاركوا الفيديو مع صحابكم وأحبابكم، ديروا جيم، ديروا لايك ولا ديسلايك ما عنديش مشكل، خليو كومونتير، تشاركوا في القناة، نبقى نحط لكم دائما الجديد. بالصحة وألف راحة، وتلاقاو في فيديو أخرى إن شاء الله.